ازيكم واهلا بيكم في زنقة الكلاب. انا كواحد في زنقة الكلاب يعني اكيد ما كنتش عايز ان الحال يوصل بيا لكده، ولا بيك انت كمان. بس احنا هنا نتصرف بقى ولا نقعد نعيط زي العيال الصغيرة؟ برافو عليك، نقعد نعيط زي العيال الصغيرة. الموضوع اوفر واسهل ومش محتاج مجهود، وكمان ليه فوائد. يعني العياط ليه فوائد، اقول لك فوائد العياط دلوقتي. فوائد العياط، بص بص، مصدقت ازاي ان احنا هنطلع بره الموضوع؟ ركز ركز، احنا لازم نتصرف. ركز، احنا خلاص، ركز معايا. يعني احنا نعمل ايه دلوقتي؟ اكيد مش هقول لك ذاكر، عشان لو كان في امل ان انت تذاكر يعني كنت ذاكرت من زمان. يعني اكيد مش هتستنى ان انا اجي اقول لك انت مفيش فيك امل. انت خلاص انتهيت. انت مفيش ذرة حياة عندك. انت لو كان في امل تذاكر ما كانش زمانك زنقت نفسك الزنقه اللي احنا فيها دي دلوقتي. بص يا معلم، احنا هنجيب المادة او المنهج، هنقسمه نصين. النص بتاع النص الاولاني ده افيه حزلقوم بجد. الافيه ده خالد جوه قلبي. بس ركز معايا، ما مش بقول افيه وبتاع، انا دلوقتي بكلمك بجد. كده انت ذاكرت ربع المادة. انت هتشوف توزيعة اللجنة، هتعمل علاقاتك داخل اللجنة. كل واحد في اللجنة هيذاكر ربع المادة، واللي يجي السؤال من الربع بتاعه يغش الباقي. وين 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 وين. فكرة في منتهى الكرياتيفيتي. استنى القطر يعدي بس. بجد دي خطة في منتهى الكرياتيفيتي. انا معاك ان الخطة صعبة، يعني الخطة ان انت تنفذها، ان انت تعمل علاقات مع كل اللي معاك في اللجنة وتصاحبهم وتخليهم صحابك وتتفق معاهم ان كل واحد يذاكر ربع المادة. فكرة صعبة، بس بالله عليك ما تستاهلش المحاولة. نو ريسك نو فن يا صاحبي. لازم تاخد الريسك وتخاطر ان انت تعمل كده. مش جاية معاك صح؟ خلي بالك دي فكره كرييتيف. يعني انا لو الفكره دي اتنفذت واتعمل لي كريدت فيها، انا ممكن اخد جايزه نوبل للغش. هيعملوا الجايزه مخصوص عشان يدوهاني. فاللي قدامك ده مش من فراغ. هتقولي لا الفكره صعبه والله، وانا مش شخص اجتماعي قوي. يعني ممكن اعمل اصاحب واحد اتنين بالكتير قوي. حلو 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 فشخ، واحد كفايه. الدحيح بتاع اللجنه بتاعتك. هتقولي لا والله لجنتي مفيهاش دحيحه. هبتدي استصغرك واستقل بيك، احسك عيل قليل كده. يعني ايه لجنه مفيهاش دحيحه يعني؟ ما تدور كويس، ما تدور كويس. مفيش لجنة تخلو من الدحيحة. انت فاهم؟ دور كويس على الدحيح. اكيد في حد دحيح وما بيقولش ان هو دحيح، بس هتلاقيه في اللجنة. ولو ما لقيتوش بقى يبقى انت العيب فيك، يبقى انت مش عايز تتعب خالص، وده ما ينفعش. المهم لما تلاقي الدحيح بتاع اللجنة ده، الدحيح ده اخوك اللي امك ما جابتهوش، اخوك اللي ابوك ما جابهوش، ابن خالتك اللي احسن منك في كل حاجة. اكله نومه شربه نومه همومه عليك. انت فاهم اللي انا بقوله لك؟ سجايره عليك، قهوته عليك، اي احلام نفسه يحققها عليك انت. انت فاهم؟ انت لازم مع الراجل ده تبقى يعني انت في كتاب قوت عقلك الباطن، عشان تبقى شخصيه معينه لازم تقعد تقول في دماغك انا كذا. فانت عشان تبقى شخص وتعرف تتعامل مع الدحيح ده، قول انا مع انا مع انا مع عشان تعرف تتعامل مع الدحيح ده. الراجل ده نفسه في اي حاجه هتعملها له. لو عايزك تدعك له صابع رجليه تعمل له بديكير ومانيكير تعمل له. انت فاهم؟ الراجل ده عايز سجاير مالبورو بعد ما سعرها وصل 90 جنيه، تجيب له سجاير مالبورو. عايز نسوان تجيب له نسوان. عايز يتفسح تفسحه. انت فاهم ولا لا؟ عشان يظبطك في اللجنه. مش عايز تعمل كده؟ والله يا صاحبي انا حاولت معاك. انت انسان فاشل. فاشل، لا مش عايز تتعب والله في حل جامد. كوبايه الشاي وساعتين الجد. زي ما قلت لك، لو كان في امل تذاكر كان زمانك ذاكرت من اول السنه، وما زنقتش نفسك زنقه الكلاب اللي انت فيها دي دلوقتي. فما فيش كوبايتين شاي وساعتين جد هينفعوك. فاهم؟ فزي ما قلت لك الدحيح. والله هتقول لي هتقول والله ما بعرفش اصاحب حد عشان مصلحه وبتاع. انت جاي تعمل ايه هنا؟ يعني انت جاي تعمل، انت دخلت الكليه ازاي اصلا؟ انت وصلت للكليه دي ازاي ان انت تعرفش تتكلم حد عشان مصلحه؟ ده اكيد انسان فاشل. مش عايز دحيح اللجنه، ها؟ انت كده هتخلينا نلجأ للحل اللي نسبة نجاحه 80%. وانا بقلب كده في الفيديوز لقيت عمر ديابلو منزل الحل ده. مش عارف ازاي الحل ده كان رايح عن بالنا. مستر حنبله. هاخد الصورة من عند عمر ديابلو احطها لك عندي في الديسكريبشن فول اتش دي. مستر حنبله، وعليك ان انت تحطها بروفايل. هو بيقول نزلها ستوري وبتاع، انما ستوري 24 ساعه وهتروح وكده، وانت عايزين اكبر نسبه نجاح، فهتحطها بروفايل يا باشا، في وش اللي داخل، في وش العدو كده. مستر حنبله في وش العدو. يا اما دعوه 40 غريب على تيك توك، تخش في الكومنتات تطلع ميتين الناس. دعوه 40 غريب، تخش تقولي مش عارف ايه. بقيت اشوف اسامي اصلا على التيك توك العيال مسميه الاكونتات بتاعتها يا رب يوسف يجيب 90%. ببقى دعيت له من غير ما اقصد، وانت دعيت لي يوسف من غير ما تقصد دلوقتي. ليه يا عم يوسف كنت ام الاستغلال ده؟
يعني انت ليه بتستغلني كده للدرجه دي يعني؟ مص دم يعني. في حل، انا سبته للاخر يعني، اخر الحلقه، عشان كلنا طبعا ابقى اديت لكم كل الاوبشنات المتاحه، عشان انا اكيد هنفذ واحد منهم يعني. الحل تبرشم. انا عايزك برشامه متنقله. ربنا خلق لك ايدين ليه؟ عشان تبرشم عليهم. ورق في كل حته في جسمك، برشم على البنش اللي انت بتقعد عليه، برشم على اي حاجه، برشم على جاكيت، برشم على دماغك من ورا، برشم على الشراب، حط برشام في الشراب. عايزك كل كلمه في المنهج تكون كاتبها في برشام، وعارف اماكن البرشام ده. يعني انت مش برشمها وخلاص، لا، لازم تكون عارف اماكن البرشام اللي انت مبرشمها فيه، عشان ما تتزنقش في اللجنه ويجي لك سؤال فانت تقعد تفكر انا حاطط البرشامه بتاعته فين. انتوا ليه بجد وصلتونا للنقطه دي يعني؟ ليه؟ طب ما كنا ذاكرنا من الاول يعني. المجهود اللي انت عامله ده كله ما تذاكر يا عم. يا عم ذاكر. حول الله يا رب. يعني انا عندي اقعد ابرشم 9 ساعات ولا ذاكرش؟ يعني انا ال9 ساعات دول لو ذاكرت فيهم ماده هجيب على الاقل جيد، انجح على الاقل. حبي انت زنقت نفسك زنقه وحشه قوي بجد، وانت صعبان عليا فشخ. بس ذاكر يا حبيبي. حول الله يا رب. انا زهقت عامه. حلوه الحلقه دي عليكم كده.